بس بصراحة أنا كان كل اليوم عندي تصوير، وهلأ رجعت من التصوير تعبانة، وشفت شي بصراحة كتير زعجني. شفت اني فوق ما الموقف اللي انحطيت فيه اللي عن جد ما بتمناه لعدوي، فوق كل هاد انا عم بتكذب. فلما شفت هيك اضطريت اطلع واحكي بهالستوري. هلا اول شي بدي احكي عن موضوع العزيمة. يا جماعة أنا إنسانة كرامتي فوق كل شي. أنا مستحيل أروح على مكان ما أكون معزومة عليه، مستحيل. أنا شفت غيث وسارة قبل بكم يوم من عرسهم بمناسبة معينة، التقينا، وأنا طبعا مو أول مرة بلتقي بغيث. أنا غيث بعرفه من شي 3 سنين، والتقينا وصورنا مرة فيديو على قناته، هو بيعرف. عزموني مثل ما عزموا كتير ناس هنيك على الحفلة. ومشان موضوع سارة اني انا شفتها، بصراحة معك حق، انا شفتها فعليا، بس انا ما كنت حابة اجيب هالسيرة مشان ما اذيها. انا ماني طالعة اذي حدا، انا ما بدي اذيها، وما بدي اقول انه هي بالذات اللي رفضت دخولي على الحفلة. انا فتت لقيت في كان زفة للعريس، وكانوا كل الحفلة برا، كانت فعليا كل الشباب برا، وكلهم شافوني بدون ذكر اسماء. انطرت لحتى يخلصوا ودخلوا. اجيت انا بدي ادخل، لقيت سارة جاي من وراي. قلت يلا ها هي سارة اجت، بنسلم عليها كذا، بنبارك لها قبل العجقة اللي رح تكون جوا. قربت هي، سلمت على الاشخاص اللي معي، وانا عملت حالة مو شايفتني تماما. صرت ناديلها سارة سارة، طلعت فيني بهالطريقة بالضبط. انا هون عرفت وفهمت انه انا مش مرحب فيني بهالحفلة، وانصدمت بصراحة. فرحت وطلبت سيارتي من البارك. فمثل ما كنت عم احكي لكم، انا طلعت عم استنى سيارتي لحتى تيجي من الباركينج. هون بيجيني الاتصال، بيقولوا لي انه سارة بالذات هي اللي ما بدها اياكي تدخلي على الحفلة. انا هون ما انصدمت، لانه انا شفت تعامل سارة قبل بشوي، يعني شفت بعيني. كان فيني كذب المتصل، بس انه انا شفت بعيني، ما في داعي كذب حدا. فانا هون حملت حالي ورحت على البيت، وانا مو سكيورتي اللي بيمنعني ادخل. انا لو ما شفت انه انا مو مرحب فيني بالعرس، مع اني معزومه، بس مو مرحب فيني من قبلها، هي اللي ما كان بدها يعني ادخل على الحفله. فانا هون حملت حالي ومشيت، لانه كان فيني دق لاي حدا، وكان فيني اعمل اتصالات وادخل وعادي طبيعي. كانوا كتير من رفقاتي بالحفله، بس انا ما عملت هيك لانه انا كرامتي اغلى شيء عندي. وكمان في شغلة كتير مهمة لازم اوضحها، انه انا لو مو واثقة من عزيمتكم الي كان ما نزلت من الصبح ستوريات اني انا عم بتجهز. صار كل العالم بتعرف انه بيسان حتكون متواجدة بالحفلة. انا نزلت ستوريات وانا واثقة من عزيمتكم الي. اوكي، لنفترض انتو ندمتوا انكم عزمتوني او خجلتوا وات ايفر، كان فيكم بكل بساطة تبعتولي مسج باي حجة كانت، وانا حاتقبل وحقدر ظروفكم اللي انتو فيها. بس مو تستنوني اوصل على باب الحفلة والعالم كلها تعرف انه حكون متواجده، بعدين ما يشوفوني بالحفله، وتصير بلبلات وتحليلات، وتصير في تلطيشات حكي اللي انتم اوريدي مجهزين انه تلطشوها، والعالم تصير تحلل. ما توقعتوا اني انا اكون صريحه لهالدرجه واطلع احكي بالموضوع، لانه انا فهمت شو غايتكم من هالحركه، لهيك طلعت ووضحت بكل صراحه. بعدين كان فيك تطلع بوجهك على الستوري وترد مثل العاده، ما كان لازم، يعني ما كان